السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نشارك معكم هاد الحرشه اللي كتجي مقرمشه ورقيقه. الناس اللي كتبغي الحرشه تكون بحال هاد الشكل، رقيقه ومقرمشه وبلا كثره الاضافات. ما كديري فيها لا زبده لا حليب لا حتى شي حاجه، كديري فيها مكونات بسيطه. انايا كنجيب السميده، واحد الزلافه ديال السميده ديال الحرشه العاديه اللي كنشريو دائما. كنزيد واحد شويه على حسب القياس نتوما اللي بغيتو ديروا. يعني هاد الحرشه هذه كتجي ساهله، يعني اي وحده ما عمرها ما طيبت الحرشه، ما عمرها ما صوبتها، تقدر تصوبها. المهم هنايا كناخذ شويه الملحه على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا ديال الملحه. المهم هنايا انا كنصاوب واحد الحرشه صغيره، يعني ما كنصاوبش واحد الحرشه اللي هي كبيره. كندير غير هاد الخميره ديال الحلويات، كندير واحد شويه، ما كنديرش بزاف، كنديرهاش كامله كما كتشوفوا. كندير غير واحد شويه باش كتخلي لي هذيك الحرشه ما كتجيليش معجنه، وكتجي مهم شاده راسها وكتجي خفيفه. كندير غير واحد شويه وكنبدا هكا كنخلط. هذاك الشيء في الاول ضروري، في الاول نخلط الخميره والملحه باش داكشي كيتجانس. من بعد كناخذ الزيت البلديه. المهم نتوما اللي عندكم ما متوفرش عندكم زيت البلديه تقدروا ديروا الزيت العاديه الاخرى النباتيه. المهم هنايا ضروري كنخلط بيديا، كنخلط مزيان باش داك الزيت كيدخل في هذيك الحرشه. ومهم هنايا كنزرب معكم الفيديو باش المهم كندلكها مزيان باش داك الزيت كيدخل في هذيك السميده. بالنسبه واحد الملاحظه بان الحرشه هي الزيت، لان الا قللتي الزيت راها كتجيك يابسه وما كتجيكش زوينه. يعني داك الزيت هو اللي كيعطي هذيك الهشاشه. هنايا كنزيد الماء تدريجيا شويه بشويه حتى كتبقى ديك الحرشه كتشد راسها. المهم الحرشه ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصناش نخليها قاصحه، ضروري خاصني نخليها شي شويه جاريه، شويه وصافي. يعني كتحسوا بها باللي ما قاصحاش بزاف. المهم صافي هكا كندلكها مزيان كما كتشوفوا. المهم كنخليها هنايا ترتاح واحد شويه على ما كتشرب هذاك الماء. كنجيب واحد المقله وكندير فيها واحد شويه ديال الزيت، ضروري كندير الزيت ولا الزبده اللي عندكم، المهم اللي داكشي اللي متوفر عندكم. هنايا انا درت الزيت وكندهنها بزيت مزيان، وكندير هذيك السميده من الفوق باش الحرشه ما كتلصقش ليا وكتجيني شاده راسها مزيان. هو خاصني ضروري ندير المقله نديرها تسخن مزيان. يعني اول حاجه خاصني ضروري نديرها تسخن، عاد ندير فيها هذيك الحرشه باش ديك الحرشه كتجيني مزيان. ما نديرش العجينه من فوق واحد المقله اللي كتكون بارده. نتوما على حسب. مهم هنايا كنحاول نوزع هذيك الحرشه باش كتجيني مقاده على ديك المقله كما كتشوفوا. كنقادها بيديا مزيان حتى كتشد بلاصتها. هو الحرشه شتي الحرشه ساهله باش تصوبيها. يعني كاين الناس اللي ما كتصدق ليهمش، حتى انا في الاول كان ما كتصدقش ليا، ولكن فاش يعني طبقت الوصفه كما هي نجحات الحمد لله. يعني ما حتى شي حاجه ما صعيبه، الانسان خاصو غير يتبع الفيديو ويشوف مزيان ويتبع الخطوات، وان شاء الله غادي ضروري غادي تصدق معاكم. وهنايا كندير من فوقها السميده باش كتجيني باش من كنقلبها، باش من كطيب لي على ديك الجهه وكنقلبها كنكون ديجا دايره السميده، ما كنحتاجش عاد نديرها مره اخرى. وفي نفس الوقت باش كتشد ليا في العجينه. من الاحسن انكم ما ديروهاش حتى تجيو تقلبوا، ديروها في الاول احسن
صافي هكا كنبقى نقادها مزيان باش كتجيني مدوره ومقاده، ما كتجينيش عوجه. هنايا اللي مهم، هنايا انايا جاتني المقله شويه كبيره على الحرشه اللي درت. المهم على حسب نتوما، حيت انا ما عنديش مقله صغيره، على حسب نتوما القياس اللي غديروا. صافي هكا مزيان. ان شاء الله غادي في المره الجايه قولوا لي في التعليقات الا بغيتو ندير لكم واحد الحرشه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحرشه تكون رطبه كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، يعني كندير لها واحد الطريقه باش كتجي هشيشه ان شاء الله. دابا نشاركها معكم. هنايا هي الحرشه كطيب على ديك الجهه، باش من بعد كنقلبها كما كتشوفوا كنزينها حتى كطيب. ما كنحرك هنايا لا مقله لا والو. هنايا ها نتوما هيا وجدات معنا الحرشه كما كتشوفوا كتجي ما تشبعوش منها، كتجي لذيذه يا سلام. اتمنى تجربوا هاد الوصفه، ما غاديش تندموا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يصوبوا الحرشه ولا ما كتصدقش ليهم، يلا